السلام عليكم. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد وإن شاء الله يعجبكم. وهين حطينا الفطور للصغار، الحمد لله فطرنا وبعدها شلنا الفطور وكالروتين المعتاد نحط دوره بالغسالة. الغسيل بعمره ما راح يخلص الحمد لله رب العالمين. بعدها جلينا جلي الفطور، وهين جبت لكم وصفة طبعا فوائدها عظيمة وأنا مجربتها. هي التين وزيت الزيتون وحبة البركة والسمسم ونزلت معاها تمر. هذه الخلطة طبعا مفيدة للألم المفاصل، فيتامين د، تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وهين شكلها النهائي. وهاي أحلى فقرة بيومي، هو شرب فنجان القهوة. وهين إجا وقت الغدا، راح أعمل معاكم صينية فروج ببطاطا. طبعا عندي بطاطا هنا مقطعة شرائح، والفروج غسلته ونظفته وتبلته وحطيت عليه ملح وثوم، وإذا بدكم الطريقة كامل أنزلكم إياها. وهين بعد ما طبقتها هالشكلها النهائي. نطبخها على الغاز شوي بعدين ندخلها الفرن. وعندنا الجلي بعد الفطور طبعا، ومواعين وجبة الغداء كله لميتهن وجليتهن. وهين صار وجبة الغداء الحمد لله درناها. مشروب الخاص المعتاد اللازم قبل الوجبة بربع ساعة، طبعا تكلمت عنه بالفيديو السابق. بس والله لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.